اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلب ام كوكي من جوه؟ وحشتوني قوي قوي. بصوا بقى، انا النهارده جايه لكم كده بفيديو حلو قوي وهيعجبكم قوي ان شاء الله. انا مجمعه لكم كذا يوم مع بعض بحيث ان انتوا يعني تشوفوا تفاصيل معايا الايام اللي فاتتكم وتتشجعوا برضو معايا كده، وابقى ايه اللي هو عملت اللي عليا معاكم يعني، وما بقاش اتاخرت عليكم على الفاضي يعني. وانا ان شاء الله يعني الفترة اللي جاية دي ان شاء الله يعني عشان تبقوا عارفين ان شاء الله هيبقى بينزل فيديوهين في الاسبوع بإذن الله. والله بقى الدنيا اتسهلت كده وحسيت ان في وقت وفي مجال، هنزل لكم 3 فيديوهات في الاسبوع بإذن الله. مهم كده، ده كان اول يوم في الروتين. صحيت كده حضرت فطار حلو، وده كان اخر يوم لاجازة جوزي معانا، فحضرت فطار حلو كده ومحترم علشان بقى هنودعه الفطار ده خلاص يعني، عشان مش بعمله وانا لوحدي يعتبر خالص. وجوزي ما بيحبش يفطر اول ما بيصحى، فبينزل معظم الوقت من غير فطار. المهم بقى كده دخلت على أوضة الأطفال، كان فيها شغل كتير بصراحة، وكنت الحاجات اللي مفروشة على السرير دي كانت من العيد فكانت عايزة تتغير طبعا. وانا عادي بسيب الحاجات وقت طويل طبعا، انتوا عارفين، لان انا كده كده محدش بينام في الأوضة يعني. المهم بقى هبدأ كده ألملم الحاجات المتنعكشة في كل حتة في الأوضة دي، وهشيل المفارش اللي على السرير بقى، وهعمل كل حاجة في الأوضة حرفيا. هي الأوضة طبعا كانت نضيفة ورايقة وما فيهاش تراب ولا حاجة، بس هي حبة الكركبة كده والحاجات اللي مش في مكانها هما دول اللي كانوا مخليين الأوضة حالتها مش ولا بد خالص يعني. بس بقى فشلت كده المفارش اللي كنت حطاها على السرير دي عشان تتغسل بقى يعني، لان هي كده كده لونها ابيض، هو تمام، محدش كان بيقعد عليها ولا اتبهدلت مثلا ولا فيها بقع ولا اي حاجة، ولكن هي بيضة يعني، فهنحطها كده تتغسل غسلة خفيفة، وهرجع بقى اشيلها في مكانها تاني. واليوم ده كانت مسك مهيبرة ومقريفة والكلام ده وكده، فكنت الصراحة مستغلية فكرة ان باباها موجود وكده، فكنت سايباها قاعدة معاه يعني. هي كانت قاعدة بقى اللي هو ايه، بتلعب معاه، بيتفرجوا على حاجة مش عارفة ايه، فالصراحة كانت مشغولة عني يعني، فقلت طيب ماشي الحق بقى ان انا اخلص الأوضة كده واظبطها. وكده كده الملايات بقى اللي انا هحطها دي كده كده هسيبها وقت طويل، والاوضه بتفضل معانا وقت طويل يعني، اللي هي نظيفه ورايقه، لان زي ما قلت لكم محدش بينام فيها او كده. فهي يا دوبك احنا كده ايه بنعدي عليها لو هنحط فيها حاجه مثلا، بطلع حاجه منها الكلام ده كله يعني. جماعة والملايات دي روح قلبي من جوه، انا بحبها جدا جدا، بحب لونها وبحب خامتها، بحب ان هي بتستحمل كل حاجة يعني. فانا حطيتها الصراحة يعني علشان يعني احطها بقى واسيبها حبة وقت حلوين كده لحد بقى ايه ما تتبهدل او ازهق منها والكلام ده وكده. وانا لو ركزتوا اصلا عندي هتلاقوا كل طقومة السرير اللي هي بتاعه الاطفال او السرير الكبير، وخصوصا الاطفال يعني، هتلاقوها ان هي كلها لايقة مع اوضة الاطفال، لان انا كنت مقررة لون الاوضة اللي انا هعمله اللي هو الكحلي ده. وبعد كده بقى جبت الطقومة بتاعة السرير كلها اللي هي الملايات يعني وكده، جبتها بعد ما قررت اللون. فكانت الصراحة الألوان كلها يعني لايقة مع لون الأوضة اللي أنا مختاراه، فمش ببقى بقى شايلة هم ان انا احط الملاية دي علشان دي بتخلي شكل الأوضة حلو، او دي بتبقى لايقة ودي مش بتبقى لايقة. لا بصراحة اخترت كل الألوان اللي عندي ان هي تبقى لايقة مع الأوضة، فاهمين؟ ولو انتي عروسة وهتدخلي لون في اوضة الاطفال او اوضة النوم، فيعني ياريت بقى الحاجات اللي انتي هتبقي بتجيبيها تبقى لايقة كده مع الاوضة، وما تحسيش ان هي حاجة شاذة، عشان مع الوقت ما تحسيش ان انتي مش حباها او ان هي مش ماشية مع تفاصيل الاوضة والكلام ده وكده. وانا اصلا اوضة الاطفال بسيطة عندي جدا يعني، حتى الحيطة هي يعتبر فاضية، لان انا بحس ان اوضة الاطفال بيبقى فيها مثلا الملايات كده، مع اني انا جايبة برضو الملايات هادية يعني، مش اللي هو الشغل بقى الحاجات الاوفر، ولكن بيبقى في شغل يعني في الملايات بتاعة الاطفال، فبحس ان هي محتاجة ان الدنيا حواليها تبقى هادية، فاهمين؟ والسجاد اللي في الارض في اوضة الاطفال ده مش بتاع اوضة الاطفال، ده بتاع اوضة النوم. بس انا طبعا علشان مبدلة الاوض مكان بعض يعني، المفروض الاوضة دي كانت اوضة النوم، وانا نقلت يعني اوضة النوم في الاوضة اللي هي فيها البلكونة، الاوضة الكبيرة.
فحطيت المشايات دي في الأوضة، وشلت المشايات الكبيرة بقى في السجاد الكبير بتاع أوضة الأطفال، شايلاه بقى مش فرشاه أصلا. فان شاء الله يعني هنرجعه الأوض تاني مكانها، يعني هحط أوضة النوم تاني في الأوضة اللي في النص، علشان حاسة ان انا مش مرتاحة كده يعني. كنا في الأول مستغلين أوضة الأطفال وكنا بنقعدوا فيها على طول، فحاسة ان مش مرتاحة يعني في أوضة النوم واحنا بنقعدوا فيها وكده، واحنا الصراحة ما بنعرفش نقعد من غير شاشة، فهرجع الأوض تاني ان شاء الله. المهم خلصت الأوضة وظبطتها، ولقيت المندوب بيكلمني بقى الأوردر الجميل اللي أنا كان نفسي فيه وكنت منتظراه جدا جه، ولكن مش هوريهولكوا النهاردة يعني. بس بقى قعدت يعني اتفرجت على الاوردر وقعدت اجرب بقى واحط هنا واحط هنا والكلام ده كله. وبعد كده بقى دخلت على المطبخ، قلت احضر الاكل. كنت عامله سمك مشوي بره، كان الحاج ابو مسك نفسه فيه فعملناهوله. بس بقى يعني، وبعد كده عملت لنا كوبايتين شاي الاول طبعا بعد السمك، وبعد كده قعدت شويه وقمت عملت لنا عصير جوافه باللبن. وكده بقى ده كان تاني يوم معايا في الروتين. دخلت بقى على التويلت كده، انا اول حاجه فطرت اول ما صحيت وفطرت كوكي، وبعد كده التويلت كده كان مبهدل وفي حاجات مش في مكانها، والحوض وكده عايز يتغسل ويدعك والكلام ده. فقلت هدخل كده بقى اظبطه واروق عليه والكلام ده وكده. واليوم ده يعني انا ما كنتش هعمل اكل ولا حاجه، والدنيا كانت رايقه عندي كلها. هي اوضه النوم بس ظبطتها كده مكان ما كنا نايمين، وبس على كده دخلت بقى على التويلت قلت اظبطه واروق عليه، علشان اليوم ده انا كنت رايحة كنت هتغدى عند حماتي وكده. فقلت اخلص كده الحاجات اللي ورايا وبعد كده انزل بقى على طول يعني. المهم خلصت التويلت بقى كله كده، ولمعت غسلت المرايات ورجعت كل حاجة مكانها، ودعكت كل حاجة عايزة تتغسل. نزلت اليوم ده بقى رحت عند حماتي يعني وكده، وهي كانت عامله لنا الصراحه برضو اكلة سمك كده حلوة قوي. بس كانت عامله لنا بقى السمك اللي هو المقلي وكده، وكانت عاملاه بالصلصه، وكانت عامله لنا اللي هو البسارية والكلام ده وكده. بس بقى فخلصت كده التويلت وكده، وبعد كده خدت الشاور بتاعي، وبعد كده برضو اديت مسكي شاور كده حلو، ورحنا قضينا اليوم معاهم هناك. في بنوتة بقى بتقولي قوليلنا ازاي بتسيبي الحاجة في مكانها كده، الحاجات اللي هي الديكور والمفارش والكلام ده، وبنوتك مش بتشدها من مكانها. لا انتوا فهمتوا غلط خالص. عايزة اقولكوا انا اخدت فترة كده كنت بشيل الحاجات دي، وكنت بشيل المفارش، لان اي مفرش كان بيبقى موجود هو كان بيبقى مكانه في الارض مش على الترابيزة بتاعته خالص. كانت كل ما تشوف اي حاجة، معرفش ليه الاطفال اصلا بيبقى عندهم مشكلة مع المفارش بالذات. فكانت يعني انا بصراحة بحب ان كل حاجة تبقى في مكانها. يعني ما بحبش اشيل الديكورات والكلام ده وكده. ويعني انا في العادي مش اللي هو مثلا بفرش ساعة العيد بس، ولا اللي هو بفرش الحاجات الحلوة ساعة العيد بس، ولا الديكورات ساعة العيد بس. لا انا بحب طول الوقت ان الدنيا تبقى عيد، فاهمين؟ بس فهقولكوا بقى يعني انا عملت ايه. انا جت عليا اول فترة دي كنت بشيل الحاجة كلها، بس كنت متضايقة، ما كنتش ببقى مرتاحة ولا مبسوطة، فقررت بقى ان انا اعودها على نظامي. المهم بصوا كده، ده كده كان الاوتفيت بتاع كوكي واحنا رايحين عند حماتي، قلت اوريهولكوا برضو معانا. وارجع اكمل لكم بقى. عودتها بقى ان كل حاجة تبقى في مكانها. بقت كل ما تيجي تلمس حاجة او تشيل حاجة اعرفها ان ده غلط، ازعق لها اقول لها لا حطيها مكانها. بصوا كده، ده كان معايا تالت يوم معانا بقى في الروتين. صحيت عملت فطار عشوائي جدا، يعني جبنة وكبدة وحاجة ساقعة، مش عارفة ايه الفطار ده. وده كان الغدا بتاعنا يا اخواتي. وانا اليوم ده ما كانش عندي اي حاجة يعني تتعمل في البيت الحمد لله. فيدوبك بس عملت الغدا وبس كده. المهم بقى نرجع لموضوع الحاجة بتاعة البيت اللي عايزة تفضل في مكانها. بقيت بقى كل حاجة مثلا تيجي تشيلها او الكلام ده ازعق لها، احطها مكانها تاني، المفرش يقع اشيله تاني. الصراحة عانيت كتير، وما اكدبش عليكم في كام حاجة اتكسروا طبعا. ولكن هي دلوقتي بقت خلاص عارفة ان الحاجات دي ما ينفعش تتشال في مكانها.
وهي يعني ما شاء الله عندها سنتين، فالاطفال في الوقت ده بتبقى مستوعبة وفاهمة جدا الصح من الغلط، وفاهمة انتي بتحذريها من ايه وبتزعقلها عشان خاطر ايه والكلام ده كله. فالحمد لله يعني الموضوع ده بقى مبقاش زي الاول. هي طبعا بتدعبس، الميك اب مثلا بتبقى عايزة تشوف ايه ده وتحط منه وتخرب والكلام ده. ولكن طبعا احنا بقى بنبقى معاهم طول الوقت، وبتشيلي ده من قدامها، الحاجات اللي ما ينفعش تسيبيها قدامها والكلام ده كله. واهو يعني كلنا بنحاول علشان نوصل لمرحلة السلام والامان اللي احنا عايزينها، فربنا يا رب يقوينا كلنا ويعيننا كلنا يا رب. حضرت بقى الغدا كده واكلنا، وبعد كده غسلت كده المواعين اللي طلعت مكان الغدا، وظبطت المطبخ كده وقفلته. وبعد كده قلت بقى ادخل ان انا اخد لي شاور كده حلو بقى. فطلعت الكاش بتاعي الحلو ده، والحاجات بقى اللي هحطها كده اللي هو سكين كير كده خفيف كده. بس يعني ودي يا جماعة بجد بتبقى الحاجة اللي بتهون عليا تعب اليوم كله كده، وبتخليني اقعد بقى الساعتين بتوع بالليل كده وانا رايقة وهادية ومبسوطة شوية. بس بقى وكده يكون الروتين بتاعي خلص معاكم، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم. يلا باي.